السلام عليكم متتبعي قناة شيماء كريمة سهل وبسيط. كنتمنى لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم السلو المفضل عندي واللي كيجي غزال بزاف بمكونات اللي صحيه، واهم حاجه انه كيجي لذيذ. اللي داقو كيسولني على المكونات فخليوكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي غادي نحتاج فيهم. فرجه ممتعه ورمضان مبارك على كل الامه المسلمه، ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في اول حاجه غنبدا لكم بها هي الزبده اللي عندها واحد دور كبير بزاف في السلو. يعني بالنسبه لاغلبيه الناس كاين اللي كيدير الزيت، زيت المائده كيتقلوا فيه اللوز وكيخدموا به. كاين اللي كيدير الطريقه، ولكن بالنسبه لي انا فكنفضل الزبده. السلو ديالها كيدوم مده طويله وما تيخسر ما شي حاجه، ولكن الا تبعتوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندوبها كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه لهنا خديت نصف كيلو ديال الزبده، درتو فوق البوطه على نار مهيله وخليتها دابت حتى كيف ما كتشوف معايا طلعت هاد الكشكوشه. بالنسبه لهاد الكشكوشه فكنحيدوها ضروري منها، حيت هاد الكشكوشه اولا كاين اللي كيسميها الحليب ديال الزبده، فراه هو اللي كيخسر سلو الا درتوها بيه. فكما كتشوفوا معايا انا ضروري هنايا غادي نخليها حتى تجمع ليا كامله الفوق، ومن بعد غادي نبدا نحيد فيها. فراه كتحيد بسهوله، كتبداو تهزوا بها غير هكايا من الفوق وكتحيدها وكتخلو الزبده تذوب على خاطرها حتى كيطلع كاع داك الكشكوشه وداك الحليب كيطلع كامل الفوق. وانتم كتحيدوا، هذا هو السر الوحيد باش ان السلو كيدوم لكم مده طويله وما تيخسر ما شي حاجه. واهم حاجه انه كيجي لذيذ بزاف سلو بالزبده. صافي، وهنايا غندوز معكم من الطريقه كيفاش نحمروا دقيق ديال الشعير. بالنسبه للطريقه ديال التحمار ديال الدقيق وزنجلان ومهم التحضيرات ديال رمضان فراه كاين الفيديو ديالهم غادي تلقاوه في صندوق الوصف. مشروح فيه كاع الطريقه كيفاش تحمروا الدقيق وتحمروا كذلك الزنجلان. المهم كاع التحضيرات ديال رمضان. هنا غادي نشارك معكم غير كيفاش نحمروا دقيق ديال الشعير. فهنا حمرته غير في الكوكوط كيف ما كتشوفوا على نار مهيله، وبقيت مره كنحرك مره كنحرك حتى تحمر. وهنايا راه خدا اللون الذهبي ديالو. فصافي هنايا بارك عليه. من بعد صافي غادي نحيدو وغادي نخدم به. بالنسبه للشعير فراه كيجي غزال في السلو. وهنايا عاد غادي نبدا معكم دابا المكونات اللي غادي نحتاج في هذا السفوف اولا سلو. فكما كتشوفوا معايا هنا خديت الدقيق محمر ومغربل مزيان. فكما قلت لكم راه غادي تلقاو الفيديو في صندوق الوصف مشروح فيه كلشي. خديت هنايا كيلو ديال الدقيق، وهنايا كذلك خديت كيلو ديال الزنجلان كما قلت لكم منقي ومغسول ومحمر مزيان. كيطحن حتى هو خاصو يطحن مزيان باش يطلق لكم هذاك الزيت. هنايا خديت نص كيلو ديال اللوز اللي حتى هو محمر في الفران، ممكن تخلوه بقشور ممكن تخدموا به بلاش. هنايا خديت هذاك الشعير اللي وريتكم محمر دابا. هادو هما المكونات اللي انا كندير في الصوف ديالي. هنايا المكون العجيب اللي غنضيف لهاد السلو هو هاد الزميطه. كما كتعرفوا اغلبيه الناس راه كيعرفوا شنو هي الزميطه. فهي كتكون عباره على شعير وبعض الحبوب. فراها كتجي غزاله بزاف، كانت متوفره عندي واحد الكميه منها وقلت علاش لا ما نجربش بها السفوف. وطلعوا غزالين في المذاق صراحه، ما تتبعوش منهم. انا هنايا كنت كناخذها غير بوحدها ناكلها، ولكن من بعد من بانت لي بقات لي قلت نديرها في السفوف. صافي هنايا من بعد خديت هنايا واحد 2 المعالق كبار ديال النافع و2 المعالق كبار ديال حبه حلاوه مسخنين واحد شويه ومطحونين ومنقيين كذلك. هنايا خديت كذلك 2 المعالق ديال القرفه. بالنسبه للزميطه راه غير اضافيه، اغلبيه الناس راه مغاديش تكون عندهم يعني ما ديروهاش. هنايا خديت واحد نص ديال الكوزه اللي حكيتو حتى هوايا، درت غير النص حيت كتعرفوا الكوزه راها مجهده. هنايا عندي 4 ديال السكر كلاصي اللي هزت ليا هاد الكميه ديال السفوف. 4 ديال السكر كلاصي. وبالنسبه للسكر كلاصي فكيبقى اختياري، راه حتى هو كيكون مغربل ضروري متغربلوه عاد تخدموا به.
كما قلت لكم السكر كيبقى اختياري، غادي تشوفوا نتوما وعلى حساب الحلاوه ديالكم. انا كنفضل السكر على العسل. بالنسبه للعسل فراه يقدر يحجر لكم مع الوقت تسلو، فكنفضل السكر كلاصي احسن الا بغيتو السوف ديالكم يدوموا مده طويله. صافي بالنسبه ليا هنا فهادو هما المكونات اللي كندير انا في هاد السفوف. وبالنسبه كما قلت لكم اللوز فكيبقى تا هو اختياري، تقدروا تقليوه في الزيت، تقدروا تحمروه بوحدو في الفران مع فاش تكونوا كتحمروا في الدقيق وباقي المكونات. كما كتشوفوا معايا هنايا غادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم كاملين، ونحس بكاع المكونات دخلوا بعضياتهم. كيف كتشوفوا بهذه الطريقه فانا كنحاول نبسط للمبتدئات. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا من بعد ما انسجموا ليا كاع المكونات مع بعضياتهم، فهنايا الزبده كما كتشوفوا معايا راني ذوبتها حتى دابت وولات بهذا الشكل. حيدت لها كاع داك الحليب اللي فيها وغادي ندوز باش نخدم بها. كيف ما كتشوف معايا درت واحد الحفيره هنا الوسط. المهم انا معلمه داكشي اللي كانت علمتني ماما في الصغر، كانت كتعطينا نجمعوا سلو بالحق فاش كنكونوا صغارين، كيكون عزيز علينا اننا نتعلموا اي حاجه. وكانت كديروا في القصريه وكدير لنا واحد الحفيره الوسط وكتقول لك يلا حكي مزيان. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه غادي نحاول ندخل هذيك الزبده في هذاك السفوف كامل حتى نحس بكاع هذاك الدقيق وكاع هذوك المكونات تلبسوا ليا بهذيك الزبده. وبالنسبه للوز فكما شفتوا معايا هنايا خليته مهرمش باش يبقى يبان، يعني كل ما كليتي كل ما كتحسي بديك القرمشه ديال اللوز وديال الزنجلان. راه حتى هو باقي عندي واحد الكميه منه غادي نخليه حتى الاخير عاد غادي نضيفو. صراحه كيبقاو كتحسي بديك النغمه ديال السفوف وانتي كتاكلي فيهم، كتحسي بديك القرمشه كل حاجه كتاخذ بلاصتها. ففعلا راه كيجي غزال بزاف. بالنسبه للمبتدئات فكنصحكم تجربوه وبمكونات كما قلت لكم بسيطه، يعني باقل من 100 درهم حتى 150 درهم تقدري توجدي السفوف ديالك. صافي هنايا من بعد كما قلت لكم ها هويا الزنجلان اللي خليت منه واحد الكميه خليتها حتى الاخير باش تبقى باينه راه هي محمره وتكون مقرمشه، يعني تذوقوها تحسوا بها مقرمشه عاد فاش تضيفوها للسوف ديالكم باش تدوم معكم مده طويله. صافي كما كتعرفوا السوف ضروري من اننا نحكوه مزيان بهذه الطريقه. فضروري من الدليك كل ما دلكتو الصفوف كل ما كيعطيو المذاق غزال وكل ما كينسجموا لينا هذوك المكونات مع بعضياتهم. كما كتشوفوا معايا انا هنايا راه غادي نحكو مزيان وغادي ندوز معكم للمرحله النهائيه اللي هي هذه. وكيف ما كتشوفوا معايا ها هو السوف ديالي كيفاش جا. صراحه كيجي غزال بزاف. بالنسبه لي انا راه هو المعتمد عندي. العام اللي فات ثاني كنت درتو معاكم فراه كيجي غزال وهو اللي كيطلبوا لي الناس بزاف. فقلت علاش لا ما نعاودش نشاركو معكم هذا العام كذلك. وضفت ليه المكون العجيب اللي هو الزميطه كما قلت لكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصفوف ديالي. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تجربوهم كذلك. كيجوا غزالين بالشعير، غير جربوهم وبصحه وراحه. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. ورمضان مبارك كريم على كل المغاربه. وبصحه وراحه ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم.